شلونكم متابعينا؟ كل عام وانتم بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد ان شاء الله، اتمنى يعجبكم. اليوم حنسوي وياكم القاص بالطريقة العراقية. نحتاج لحم، وهنا عندنا لية، ونحتاج ملح وثوم بودرة وبصل بودرة وبهارات مشكلة، وعندنا هنا فلفل اسود وبهارات قاص، وشوية شرايح ليمون، ونص كوب خل ونص كوب لبن. هسه نبدي وياكم نقطع اللحم. هنا عندنا اللحم، نبدي نقطعه شرايح رقيقة بهالشكل. شوفوا هاي القطعة نقسمها اثنين بحيث تكون ويانا بهالشكل. هاي قطعت وياكم اللحم. هاي بعد ما كملنا كمية اللحم نقطع الدهن اللي هي ناعم. طبعا اللي هي اختياري ويفضل يعني، لأنه تنطي نكهة للحم طيبة. آسفة على الانقطاع، والله بسبب امتحانات الأولاد. الحمد لله، إن شاء الله نعود لكم بفيديوهات جديدة وممتعة أكثر. وأنتوا كتبوا لنا شنو تحبون أسوي لكم فيديوهات أكلات طبخات عراقية جديدة قديمة. أنتوا اللي تحبوه كتبوا لي بالتعليقات. هاي عندنا هسه اللحمة قطعناها كلها، خلصتها بهالشكل. وهنا عندنا اللية. هسه راح نتبل اللحم. اللية طبعا على صفحة، لأن أول شي راح نحمس اللية فتركناها على صفحة. هنا عندنا خاشوقة مال شاي كوب. ناخذ ملح، نص فلفل أسود، نص خاشوقة فلفل أسود، بصل بودرة نص خاشوقة، هنا ثوم بودرة هم نص خاشوقة، هنا بهارات القاص خاشوقة، بهارات مشكلة مال اللحم نص خاشوقة. هنا عندنا ناخذ خاشوقتين مال أكل لبن، تقريبا مقدار فنجان مال شاي خل، ونخلطهم. هسه نخلطها كل زين. طبعا هاي بعد ما لابسناها، اذا تحبون انتو تكون حارة حطوا لها بعد فلفل احمر او فلفل اسود بعد. واذا هاي معتدلة بهاراتها. هسه هنا نعوفها على صفحة، نتركها اقل شي فد ساعة ساعتين. واذا تحبون يعني اكثر تكون نكهاتها، حط شرائح الليمون، شرائح الليمون وياها. هنا عندنا اللي هي همين نتبلها، ملح شوية فلفل اسود، ونحط لها بهارات القص، ونخلطها ونتركها وياها همينة فد نص ساعة أو ساعة، ونشتغل إن شاء الله. أشوفكم بعد ساعة. رجعت لكم هنا بعد ما أن التوابل كليتها اتنكهت باللحم. هنا عندنا اللي هي هسه أول شي نخلطها. طبعا أنا ريحتها قلت لكم شي ساعة أقل شي، وإذا تحبوها يعني
3 ساعات 4 تكون أفضل. ناح مخلية زين. شوفوا شلون قامت تطلع الدهن مالتها. هي النكهة هنا. هسه نبدأ ننزل اللحم شوية شوية. طبعا ملاحظة الليمون تطلعوه لأن يصير مر بالطبخ، بس تخلصون من عنده وتبدون. هاي أنا طلعته. ملاحظة كلش مهمة، مو تنسون الليمون. هاي بدينا شوف هنا ياخذ لون. اللي نتركها على الجوانب ونشتغل بالوسط. القص لازم ياخذ يعني كليته لون واحد. هسه نقلبه على الجانب الثاني. هسه نخلطه كليته بعد ما اخذ لون واحد. هسه اغطيه واتركه على نار متوسطة ساعة نص ساعة على حسب ما تنشف هاي كل السوائل اللي بيه. راح اسوي وياكم ثومية مال مطاعم. هنا فص ثوم. هنا عندنا نشا ومي، خاشوقتين نشا ونص كوب مي على النار الى ان يجمد. طبعا لازم تكون باردة. هنا عندنا خاشوقتين لبن. هنا نخلطها. بعد ما خلطتها احط لها عصرة نص ليمونة واضيف لها شوية ملح واخلطها. راح احط لها هنا شوية خاشوقتين مايونيز. شوفوا بعد ما خلطتها شوفوا هنا صار عندنا كريمة ثوم مثل مال المطاعم مايونيز. وهاي طبختنا خلصت وياكم. هسه نصبها. زينها بشرايح الليمون. هاي وياها صحن بطاطا والمايونيز. وهنا عندنا الصمون. أتمنى تعجبكم. إن شاء الله ألتقي وياكم طبخات جديدة. مع السلامة.
ولا تنسوني من لايكاتكم الحلوة، وأتمنى تعجبكم. حطوا لي لايك واشتراك بالقناة.